بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير البرية وخير الخليقة وخير البشرية محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن كما جمعنا في هذا المسجد المبارك أن يجمعنا سويا تحت ظل عرشه على سرر متقابلين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم من الفهم عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ما يبلغنا درجة الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يسعدني ويسرني وجودي بينكم في هذه المحاضرة المعنونة والموسومة بهدايات قرآنية، نتكلم فيها عن كلام الله سبحانه وتعالى وبعض الهدايات التي في كتابه جل وعلا، لنستلهم من هذا القرآن نوراً نستضيء به وطريقاً نسير به في هذه الحياة على هداية ونور من الله جل وعلا ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى ضمن لنا بأن من سار على هذا الطريق، طريق الكتاب والسنة، فإنه على الطريق الصحيح الذي لا اعوجاج فيه. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأخبرنا جل وعلا أن النور نور واحد، وأن الظلمات كثير. ولذلك قال الله جل وعلا: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات. فجمع هنا، جاءت الظلمات على صيغة الجمع، ثم قال من الظلمات إلى النور، والنور هنا مفرد، إذن لا يوجد إلا طريق واحد. وأيضا قول الله جل وعلا في سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ثلاثة أركان. نتعلم الإيمان قبل القرآن، كنا نتعلم الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا، ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. وبقي لنا ركنان قالها ابن مسعود، ورويت أيضا عن جمع من الصحابة، قالوا: كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. إذن عندنا إيمان، وعندنا علم، وعندنا عمل، ونأخذها واحدة واحدة. أول شيء وأول ركن منها هو الإيمان. لماذا الإيمان؟ ما قامت السماوات والأرض إلا من أجل تحقيق الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام مكث الفترة المكية كاملة وهو يرسخ الإيمان ويزرع الإيمان ويربي الناس على الإيمان. والسور المكية، عندما تتأمل في السور المكية تجد أنها تركز على الإيمان وعلى القضايا الكبرى وعلى قضايا البعث، قضايا النشور والإيمان بالله ورسالة الرسل، وأنهم جاءوا من عند الله سبحانه وتعالى، والجنة والنار. القضايا الكبرى تركز عليها السور المكية. ولذلك نحن
من السنة نعرف هذا، من السنة نعرف أن يستحسن أو من السنة أن يقرأ الإمام في الصلاة أن يكثر من قراءة المفصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قراءة المفصل، والمفصل كما هو معلوم من سورة الحجرات إلى سورة الناس. فعندنا أطوال المفصل، وعندنا قصار المفصل، وعندنا أيضا كذلك أواسط المفصل. فنحن من الدين ومن السنة أن نكثر من قراءة المفصل. طب لماذا المفصل؟ لأن فيه التذكير الدائم بالقضايا الكبرى التي جاء بها الإسلام، وأكثرها سور مكية. قضية الإيمان ما قامت السماوات والأرض إلا من أجل الإيمان، والله سبحانه وتعالى في هذا الأمر قضية التوحيد والإيمان والعقيدة الصحيحة، هذا أمر كما قال ابن القيم رحمه الله: القرآن كله توحيد. القرآن كله توحيد، إما أمر بالتوحيد أو نهي عن الشرك أو تبيين ما يترتب على التوحيد أو تبيين ما يترتب على الشرك، وما هي الأعمال المؤدية إلى التوحيد، وما هي الأعمال التي يحذر الله منها. فكل التفاصيل التي جاءت في القرآن هي مردها في النهاية إلى تحقيق التوحيد. ما قامت السماوات والأرض إلا من أجل التوحيد وإقامة التوحيد، والرسل بعثوا بذلك، وكل الرسل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل الرسل اتفقوا على هذا الأمر. واقرأ سير وقصص الأنبياء التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى، أول أمر يبدأون به: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل الأنبياء اتفقوا على هذا الأمر كما نعلم جميعا. بل إن الله سبحانه وتعالى قال عن الأنبياء في سورة الأنعام، قال الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر 17 نبيا، قال الله سبحانه وتعالى بعدها: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وهم أنبياء. فقضية محسومة. بل إن الله سبحانه وتعالى خاطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل إن الله جل وعلا عندما تكلم عن الملائكة قال الله جل وعلا، مع أن الأنبياء في مرتبة طبعا بلا شك أعلى من الملائكة، لكن انظر عندما قال الله سبحانه وتعالى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ماذا قال بعدها؟ قال: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. أرأينا هذه القضية قضية التوحيد. ولذلك يقول ابن القيم: كل ما في القرآن جاء في سورة الفاتحة، وكل ما جاء في سورة الفاتحة جاء في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ما قامت السماوات والأرض إلا من أجل تحقيق لا إله إلا الله. لو وضعت السماوات والأرض في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بها لا إله إلا الله. هاجر عندما نادت إبراهيم قالت: لمن تتركنا يا إبراهيم؟ فلم يرد عليها إبراهيم،
فقالت الله أمرك بذلك؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعون الله. فقلب الله الخمس مصائب التي وقعت عليها، الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، قلبها إلى ضدها. عندما انظر إلى التوحيد، انظر إلى قضية التوحيد. هاجر وقعت عليها الخمس مصائب كلها، خمسة، الخمس ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. الأصول المصائب الخمسة في هذه الآية. قال الله سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. هذه الخمس مصائب وقعت على هاجر، فعندما حققت التوحيد وكانت أول ردة فعل إذن لا يضيعون الله. شوف الالتجاء إلى الله والإيمان والتسليم بأمر الله سبحانه وتعالى والإيمان به جل وعلا، قلب الله الخمسة هذه إلى ضدها. ولنبلونكم بشيء إيش؟ من الخوف. مكة أصبحت بلد آمن إلى قيام الساعة، ومن دخله كان آمنا. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. قال الله جل وعلا بعدها: الخوف والجوع. أهل مكة لا يجوعون، وهذا معروف. الكفارات والفدي توزع على أهل مكة، وبارك الله سبحانه وتعالى في أهل مكة وفي في رزق أهل مكة، وهذا ملحوظ ومعروف، والمدينة كذلك. ولنبلونكم شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال. أغلى متر الآن في الكرة الأرضية أين؟ في مكة بجوار الكعبة. أغلى أمتار في العالم، قيمة المتر غالية جدا. والأنفس يأتيه الناس من كل فج عميق إلى قيام الساعة. والثمرات يجبى إليه ثمرات كل شيء. أولم يروا أنا جعلنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. حرم آمن، وليس فقط في عهد هاجر، وإنما إلى قيام الساعة، بل جعل لها مكانة وجعل ركنا من أركان الإسلام لا يتم إلا بالسير على خطاها. انظر إلى تكريم الله لها، فلا إله إلا الله هذه عظيمة. ثم يأتيك أحد من الناس ثم يقول: أنتم تتكلمون عن التوحيد كثيرا وتتكلمون عن العقيدة كثيرا. هذا غير صحيح. الفهم الذي يقول هذا غير صحيح. نحن مأمورون بأننا نتحدث عن التوحيد ونتحدث عن العقيدة في كل وقت وفي كل حين. القرآن، انظر إلى القرآن كيف يتكلم عن التوحيد والعقيدة. إذا القرآن كله توحيد والسنة كلها توحيد، لأنها تؤدي في النهاية إلى عبادة الله جل وعلا وتحقيق التوحيد تحقيق العبودية لله جل وعلا. أيضا موضوع الإيمان الذي نعود إلى أركان الحياة مع القرآن. الإيمان أول صفة ذكرت في القرآن ما هي للمتقين؟ أول صفة للمتقين: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه الذين يؤمنون بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. يعني أول شيء الإيمان والإيمان بالغيب. الإيمان بما أخبرك الله به في كتابه وما أخبرك به رسوله صلى الله عليه وسلم. الجنة بالنسبة لنا في هذه الدنيا هل هي شهادة نراها أم أنها غيب؟ غيب، لا نراها في الدنيا، نراها في الآخرة إن شاء الله. جعلنا حسنات. الآن صلينا الآن، هل أنت بعد انتهائك من الصلاة هل تأخذ يعني حسنات محسوسة تراها، أم أنها محسوسة تراها، أم أنها غيب أنت تؤمن أن الله سبحانه وتعالى كتبها إن شاء الله
فهذا غيب. الشيطان الذي تعلم أنه أقسم على إضلالك وإدخالك نار جهنم، وتعلم أنه أعدى أعدائك في هذه الأرض وفي هذه الحياة، ويسير منك مجرى الدم، هل رأيته في حياتك؟ إذن هذا بالنسبة لك هو غيب. هذا العالم الذي لا تراه ولا تبصره، الإيمان به واستحضار هذا العالم، استحضار الحسنات السيئات، التقرب إلى الله، أنك ترجو القبول من الله لا ترجو القبول من البشر، استحضار اليوم الآخر في حياتك، ومراقبة الله سبحانه وتعالى، وتقوى الله سبحانه وتعالى، وأن يراك الله حيث يحب وأن لا يراك حيث يكره. التقوى أن يراك الله حيث تحب، أن يراك الله حيث يحب وأن لا يراك حيث يكره. هذه من تعريفات التقوى. المراقبة، مراقبة الله سبحانه وتعالى، ولذلك جاء التأكيد على الإيمان بالغيب في القرآن كثيرا. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. ويقول الله جل وعلا في صفات المؤمنين في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ثم قال الذين يؤمنون، يعني أعمال الجوارح جاءت بعد هذا. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ماذا قال الله عنهم؟ أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. أيضا قول الله سبحانه وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب. قضية الإيمان قضية مهمة جدا أن ننتبه لها، ولذلك الصحابة قالوا: كنا نتعلم الإيمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. وعندما تقرأ القرآن وأنت تستشعر أن الله يخاطبك سيكون أثر القرآن عليك أكبر وأعظم، لأنك تستشعر أن الله يخاطبك أنت. عندما تقرأ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، لا تتذكر إنسان آخر، تتذكر نفسك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. إذن هذا من الأمور التي ينبغي التنبه لها. الأمر الثاني، الركن الثاني الذي هو العلم. والعلم هذا يشمل أمور كثيرة، يشمل الحفظ، حفظ القرآن، ويشمل تفسير القرآن، ويشمل علوم القرآن والقراءات والتجويد والتدبر. كل ما يتعلق بهذا الأمر هو يدخل في العلم بالقرآن، العلم بالقرآن. والعلم بالقرآن هذا يعني لأنه متعلق بكلام الله، لا هذه العلوم والتفسير والتدبر هذا مهما عشت معه فلا نهاية له. لماذا لا نهاية له؟ لأنه يتعلق بكلام الله. يقول أحد السلف قال ولو فتح الله على عبد من عباده في كلمة من كتابه 1000 فهم لم يبلغ نهاية ما أودعه الله في هذه الكلمة، لأن كلام الله صفته، وكما أن الله ليس له نهاية فصفته ليس لها نهاية. والقرآن منزل والعقل مخلوق، فلا يبلغ نهاية فهم كلام الله عقول محدثة مخلوقة. مأمورون بالتدبر، مأمورون أن نتفهم القرآن، مأمورون أن نعمل بالقرآن، لكن أن تبلغ نهاية ما أودعه الله في هذا القرآن هذا لا يمكن.
لأن هذا كلام الله. وأجمل من هذا وأفضل منه كلام الله عن نفسه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. فالحياة مع القرآن مطلوبة ومهمة، ومن أكرمه الله بها فهذا من أعظم التوفيق. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان في آخر حياته يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأفنيت عمري في كتاب الله، مع أنه كان يقرأ في الآية 100 تفسير. فمن أعظم التوفيق أن الإنسان يوفق للحياة مع القرآن. والإمام القرطبي رحمه الله في بداية كتاب الجامع لأحكام القرآن قال مقولة بديعة، قال: ولما كان هذا الكتاب بهذه المنزلة حيث نزل به أمين السماء على أمين الأرض عزمت أن أفني فيه عمري. فكون الإنسان يوفق للحياة مع القرآن هذا من أعظم التوفيق ومن أعظم التسديد، أن يوفقك الله للحياة مع القرآن. ولما كان هذا الكتاب بهذه المنزلة حيث نزل به أمين السماء على أمين الأرض عزمت أن أفني فيه عمري. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خير الناس. إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. الأمر الأخير، الركن الأخير الذي هو العمل، وهو العمل بما علمت. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه، يقول: كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. ماذا يقصد بهذا؟ يقصد، طبعا هو قالها فسرها بنفسه، قال: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه يقرأ ولا لعنة الله على الظالمين ويظلم. تعلم أن الآن الظالمين ملعونون، كيف تظلم؟ نعم. فالمقصود أن الإنسان يعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. والقرآن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حجة لك أو عليك. ننتقل بعد ذلك إلى هدايات مهمة جدا أود الحديث عنها في هذا السياق وفي هذه المحاضرة. نتكلم عنها بعدما تكلمنا عن عظمة القرآن، وبعد أن تكلمنا عن التوحيد وأهمية التوحيد والحياة مع كتاب الله سبحانه وتعالى. هناك أمر مرتبط بالتوحيد ارتباط وثيق جدا. قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم إيش؟ أولئك لهم الأمن. والأمن هنا هو الأمن في الدنيا والأمن في الآخرة، لأن الإنسان يخاف. وأكثر ما يعني يتعب الناس في حياتهم إما حزن على ماضي، وإما قلق على وخوف من مستقبل. والشيطان إذا أدخل الإنسان في هذه الدائرة عاش الإنسان فيها شقيا وسعيدا، عاش الإنسان فيها شقيا وتعيسا. أن يجعلك إما تفكر في الماضي فتحزن، أو يجعلك تفكر في المستقبل فتخاف. ولذلك أول بشارة جاءت للمؤمنين ما هي؟ أول بشارة تأتي للإنسان عندما يقبل على الآخرة ويدبر عن الدنيا. ما هي أول بشارة تأتيه؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم
الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لا تحزن على ماضي ولا تخاف من مستقبل، وأبشر بالجنة. وكثيرا ما يأتي في القرآن عن المؤمنين: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الله سبحانه وتعالى قال: والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر من عمل صالحا فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالأمن من الأمور التي يحسن الوقوف عندها. إبراهيم عليه السلام عندما دعا بأي أمر دعا ربط أمرين ببعضهما، فقال: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وأيضا في الآية الأخرى قال: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. قضية الأمن واهتمام الأنبياء بها تلاحظ ويظهر لك بجلاء أنها مقصد من المقاصد العظيمة في هذا الدين. يوسف عليه السلام عندما أراد أن يطمئن والديه في دخولهما إلى مصر قال: فلما ورفع أبوه إلى العرش وخروا له سجدا وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وأيضا الله سبحانه وتعالى عندما خاف موسى ماذا قال له؟ قال: فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. قضية الإيمان هذه قضية مهمة جدا عند الأنبياء. النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. آمن روعاتي. قال الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان لا يدع هذه الكلمات حين يمسي وحين يصبح عليه الصلاة والسلام. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم معلما لأمته قال: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه كأنما حيزت له الدنيا. ولماذا قدم الأمن على الصحة وعلى الرزق؟ لأن الأمن إذا وجد الاستقرار، وأمن الناس على أموالهم، وأمن الناس على أعراضهم، وأمن الناس على أنفسهم، وانتشر السلام، وانتشر الأمان بين الناس، وتقام الشعائر، وتتحقق مصالح الناس، ويتبادل الناس المنافع، ويقوم العدل بين الناس، وتتحد جهود الناس، وتقوم التجارة، ويكبت العدو، ولا يجد مفسد له طريقا في هذا البلد، بلد آمن، ويتحقق التسامح بين الناس والوسطية والاعتدال بين الناس، ويتحاب الناس، وتنتشر المودة، وينتشر الحب والمحبة بين الناس. وهذا ما يريده الله سبحانه وتعالى، أن يتحقق هذا في المجتمع. ولذلك الأنبياء أكدوا على هذا. ولذلك العلماء كما لا يخفى على شريف علمكم أن العلماء ذكروا الضروريات الخمس، والأمن يحقق المحافظة على الضروريات الخمس. يأمن الناس على الأنفس، لأن عندنا حفظ النفس، وعندنا حفظ الدين، وحفظ العقل، وحفظ العرض أو النسل، وحفظ المال. كيف نحفظ هذه الخمسة؟ الأمن من أهم الأسباب التي تؤدي إلى حفظ هذه الأشياء
الخمسة، وهذه الضروريات الخمس. والله سبحانه وتعالى في هذه الشريعة أقام كل السياج التي تحمي هذا الأمر. وفرض الله سبحانه وتعالى عقوبات على من يخل بالأمن أو يسعى إلى فساد أو إفساد أو غلو أو تطرف التي تؤدي إلى إفساد المجتمع. فالإسلام دين وسطي، دين معتدل، ودين تسامح. قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. دين وسطية، دين اعتدال. كذلك جعلناكم أمة وسطا. والله سبحانه وتعالى يقول حتى في تعاملنا بين الدين والدنيا، أحيانا بعض الناس يصيبهم عدم فهم في هذا الباب، في قضية الدين والدنيا والعلاقة بين الدين والدنيا. العلاقة بين الدين والدنيا يجب أن نفهمها من خلال كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خلال فهم الصحابة الرعيل الأول السلف الصالح كيف فهموا هذا الأمر. هل النصوص التي جاءت في ذم الدنيا معناها أن نترك الدنيا؟ لا، ليس معنى ذلك أن نترك الدنيا. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة على أحدكم وفي يده فسيلة فليغرسها؟ إذن الإسلام يدعو إلى العمل حتى آخر رمق في الحياة. الشيخ بن باز رحمه الله وتغمده الله بواسع رحمته ورحم الله علماءنا، في ليلة وفاته أنهى قرابة 20 معاملة في ليلة وفاته، وهو عمره قد تجاوز 90 عام. عمل حتى آخر لحظة، وهكذا العلماء، عمل دؤوب وحرص حتى على قلوبهم. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وقصته معروفة. الإمام أحمد عندما جاءته سكرات الموت، كان الناس يقولون له: قل لا إله إلا الله، فيقول: لا بعد لا بعد لا بعد لا بعد. فاستغرب الناس، الإمام أحمد يقول لا بعد وهم يقولون قل لا إله إلا الله. وبعدها بلحظات استفاق الإمام أحمد، فقالوا له: يا إمام، كنا نقول لك قل لا إله إلا الله وتقول لا بعد لا بعد. فقال: عرض لي الشيطان وقال: فتني يا أحمد، فتني يا أحمد. يريد أن يظفر من الإمام أحمد حتى في هذه اللحظة، أن يعجب بنفسه بأي شيء. فقال: قلت قل له لا بعد. فالمحافظة على القلب والمحافظة على العمل والمحافظة على الدنيا. إذن الدنيا، النصوص التي جاءت في ذم الدنيا حتى نفهم الفهم الذي جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المقصود منها أن تكون الدنيا وسيلة لا غاية. أن تكون الدنيا وسيلة لا غاية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم المال الصالح للعبد الصالح. صح ولا لا؟ نعم المال الصالح للعبد الصالح. إذن كسب المال ما في شيء. أي مكتسب دنيوي تحققه في هذه الحياة، إذا كنت وظفت هذا الأمر لإرضاء الله فأنت على الطريق الصحيح. أما إذا كنت تريد الدنيا لذاتها فأنت على الطريق الخطأ. ولذلك هناك قاعدة يقول: كل نجاح دنيوي لا يؤدي بك إلى الفلاح الأخروي فذلك نجاح مزيف، وكل نجاح دنيوي يؤدي بك إلى الفلاح الأخروي فهو نجاح حقيقي، ما دام أن هذا النجاح يؤدي بك إلى الفلاح عند الله. لأن الدنيا مربوطة بالآخرة، الدنيا مربوطة بالآخرة. ولذلك لما فهم بعض الصحابة رضوان الله عليهم، فهم بعضهم، قال أحدهم: أنا لا أتزوج النساء، والثاني قال: أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثالث: أنا أقوم ولا أنام. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له. يعني معنى ذلك هل ستصلون إلى ما أنا عليه من الخشية والتقوى؟ فقال: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له وأتزوج النساء وأصوم وأفطر وأقوم وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
فهو ديننا دين توازن. لكن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرى الناس يميلون للدنيا وينسون الآخرة يزجرهم، كما في حديث أبي عبيدة بن الجراح عندما جاءت غنائم البحرين ورأى تهافت بعض الناس عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قسمها عليهم وأعطاهم منها، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. خطاب فيه زجر وردع، وكأن هناك كما يقول الشاطبي رحمه الله هناك طريق في الوسط، الصراط المستقيم، صراط معتدل. إذا مالوا الناس للدنيا زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وعادهم، إذا مالوا للدين بتنطع وتشدد أعادهم النبي صلى الله عليه وسلم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الثلاثة أما أن يخشعكم لله، فيعيدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصراط المستقيم. الفهم الصحيح انظر إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مقولته الشهيرة التي يعرفها الناس كلهم أو أغلب الناس يعرفونها: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فهم دقيق لدين الله. وذا قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. دائما كل شيء وظف للدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. هذا التوازن الذي أراده الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا فلذلك مسألة الأمن والوسطية والاعتدال في كل شيء. ديننا دين توازن، دين اعتدال في كل شيء، في كل شيء دين توازن. حتى لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أبي الدرداء وبين سلمان الفارسي، فدخل سلمان الفارسي على أم الدرداء رضي الله عنها فوجدها متبذلة، فقال لها: يا أم الدرداء ما لي أراك متبذلة لا تتجملين لزوجك؟ فقالت: إن أخاك أبا الدرداء ليس له مأرب في الدنيا، لا يهتم بالدنيا. فذهب سلمان الفارسي إليه وحصلت بينهم قصة في مسألة قيام الليل، وقال له: نام كذا. المقصود أنه في نهاية قال له: يا أبا الدرداء، يا أبا الدرداء، إن لربك عليك حق، ولنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق، فأعط كل ذي حق حقه. فذهب أبو الدرداء وسلمان الفارسي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتحاكمان إليه ويسألان النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الموقف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع ما حدث بينهما قال: صدق سلمان، صدق سلمان. وهناك حديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، وفي رواية: ولزورك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. النبي عليه الصلاة والسلام في أحد المعارك وهو يقود الجيش عليه الصلاة والسلام، فجأة كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للجيش: تقدم. ثم تأخر النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها، يتسابق هو ويا عائشة رضي الله عنها حتى في هذه اللحظة، والنبي عليه الصلاة والسلام وهو يقود الجيش عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك حتى في تلك اللحظة يرجع ويتسابق مع عائشة، لم ينس أهله حتى في هذه اللحظة عليه الصلاة والسلام. وسبقها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: هذه بتلك، هذه بتلك. عائشة نسيت الموقف لأنها هي سبقته عندما كانت أصغر من ذلك. تقول عائشة: فلما كبرت وبدنت ونسيت. فذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف التوازن في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فديننا دين توازن، دين اعتدال، دين وسطية، دين تسامح، دين سلام. حتى في قول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هل الله قال للمسلمين فقط تعاونوا على البر والتقوى؟ تعاونوا على البر والتقوى. أيضا قول الله سبحانه وتعالى، يعني عندما يقول الله سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا، هل قال قولوا للمسلمين بس؟ قولوا للناس حسنا؟
ولذلك شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله قال كل ما يؤدي إلى مصلحة فالشريعة تأمر به. هذا من التعاون. أحيانا التعاون مع غير المسلم يؤدي لمصلحة، فقال كل ما يؤدي إلى مصلحة فالشريعة تأمر به، وكل ما يؤدي إلى مفسدة فالشريعة تنهى عنه. فديننا دين التوازن، دين الاعتدال. عندنا أيضا نقطة مهمة في كتاب الله نتكلم عنها، ألا وهي الأخلاق، وبعدها قضية ثم إن شاء الله نختم. الأخلاق في كتاب الله كما ذكرنا الآية وقولوا للناس حسنا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الأخلاق والتعامل مع الناس وتأثير الأخلاق حتى في الدعوة إلى الله. وأنتم تعلمون وتعيشون في بلادكم، تعلمون، واسألوا الدعاة ويظهر لكم هذا جليا، بأن أكثر من يدخل الدين يدخل عن طريق التعامل، ليس عن طريق الكلام ولا النصح ولا كتاب يقرأه، وإنما تعامل، موقف رآه فأثر فيه. فنحتاج إلى أن نتمثل الدين في أنفسنا. يعني ليست الدعوة فقط مجرد أن الإنسان يلقي كلمة أو يلقي محاضرة أو يخطب، أو هذا جزء من الدعوة، لكن أخلاقك وتعاملك هذا أيضا من الدعوة. إما دعوة إيجابية للإسلام أو دعوة سلبية ضد الإسلام. الناس يقولون شوف المسلم كيف يتصرف، صح ولا لا؟ فالإنسان يحتاج إلى أن ينتبه إلى تصرفاته. أنت مسلم، يجب أن تتمثل الإسلام في نفسك، تتذكر أن هذا عليك مسؤولية كبيرة أمام الله، تتمثل الإسلام في نفسك، وأن الدعوة بالأفعال أبلغ من الدعوة بالأقوال. ولا نقلل من الدعوة بالأقوال، فالأقوال مهمة والكلام مهم، لأن هذا العلم الذي يبلغ فيه الناس، لكن أقصد أن التأثير عندما تتمثل دين الله في نفسك حتى ولو من غير كلام، حتى في تربية أبنائك في البيت، عندما تلتزم بدين الله في نفسك فهذا يؤثر فيهم أكثر أحيانا في أحيان كثيرة من مجرد الكلام الذي تتكلم به معهم. فمهم قضية الاهتمام بهذا الأمر، قضية التعاون مع الناس بالأخلاق الحسنة التي جاء الإسلام بتكميلها. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطى في هذا أحاديث كثيرة. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة من هم؟ أحاسنكم أخلاقا. قول النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس إيمانا أحاسنهم أخلاقا أو أحسنهم خلقا. ويبلغ الإنسان بحسن خلقه درجة الصائم القائم في بعض الروايات. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل ما هو أثقل ما يوضع في ميزان العبد، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق. فحسن الخلق مهم جدا أن الإنسان ينتبه له في حياته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والإسلام ربط بين تقوى الله وحسن الخلق، وهذا كثير طبعا. النبي صلى الله عليه وسلم قال تقوى الله وحسن الخلق، والنبي عليه الصلاة والسلام قال تقوى الله وحسن الخلق. الربط بين التقوى وبين حسن الخلق. شيخ الإسلام ابن تيمية يتكلم عن هذا ويبين بأن تقوى الله هي وما يحدث في الباطن مؤثر على الظاهر، وكأن ما يظهر على الظاهر ونتيجة لما في باطن الإنسان. فالتقوى الحقيقية تؤدي بالإنسان إلى حسن الخلق،
عندما تتقي الله. يعني الناس مثلا يقيسون بعضهم بماذا؟ إما بمال أو منصب أو شهرة أو جاه، وكل إنسان يقيس الآخرين بما تميز به هو. لكن ما هو مقياس الله؟ مقاييس الناس هذه مقاييس مادية محسوسة ويمكن قياسها. يعني في الشهادات نعرف من أعلى من فلان، أعلى من الآخر. في المال نعرف من هو أعلى من الآخر، لكن لأنه مقياس محسوس يمكن قياسه. نقف للأذان، نقف الأذان. تفضلوا شيخ. نتكلم ونستكمل ما توقفنا عنده، قضية المقاييس التي يقيس الناس بها بعضهم البعض. النبي عليه الصلاة والسلام في موقف، النبي صلى الله عليه وسلم مر رجل وجيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف ترون هذا فيكم؟ فقالوا: هذا حري إن تكلم أن يسمع، وإن خطب أن ينكح. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر ضعيف لا يملك شيء من مقاييس الدنيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف ترون هذا فيكم؟ قالوا: هذا حري إن تكلم ألا يسمع، وإن خطب ألا ينكح. والنبي صلى الله عليه وسلم خير المعلمين. لاحظ كيف استغل عليه الصلاة والسلام ذلك الموقف ليعطيهم درسا ومنهجا في الحياة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهذا الرجل الضعيف الذي نظرتم إليه باستصغار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لهذا خير من ملء الأرض من هذا. مقاييس الله تختلف عن مقاييس البشر. إذن ما هو مقياس الله؟ مقياس الله التقوى. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل ليتعارفوا. طيب ما هو مقياس الله؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. المتأمل في هذا المقياس يجد بأن مقياس التقوى مقياس غيبي لا يمكن قياسه. المقاييس الدنيوية تستطيع أن تقيس الآخرين بها، لكن المقياس الغيبي هذا لا تستطيع أن تقيس الناس من خلاله، لأنه عند الله سبحانه وتعالى هذا أمر غيبي. فقد ترى أضعف الناس وأنت تسير في الطريق، ترى أضعف الناس في وظيفته أو في مكانته، وأنت عندك مثلا مكانة أو عندك مال أو عندك كذا. عندما تطبق مقياس التقوى لا تعلم من الأتقى منكما، بل لو رأيت لنفسك فضلا عليه فأنت في خطر عظيم، لأنك تدخل في الإعجاب بالنفس، والإعجاب بالنفس محبط للعمل. فعندما تريد أن تطبق مقياس التقوى لن ترى لأحد فضل، لن ترى لنفسك فضل على أحد، لأنك تخشى على نفسك من الإعجاب بالنفس، وأنت لا تعلم حقيقة، لا تعلم من الأتقى منكما، لا تعلم من الأتقى منكما. فالنتيجة الطبيعية على نفسك وتعاملك مع الآخرين وردت في آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى تدعو إلى التفكر في خلق الله، آيات كثيرة جدا، وبعضهم عندما حسبها وجد أنها تتجاوز 1000 آية، تزيد على 1000 آية. وآيات التفكر هي التفكر في خلق الله. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذا التأمل، التدبر في خلق الله. أيضا قول الله سبحانه وتعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق. سبحانه وتعالى ورادها النبي صلى الله عليه وسلم على فهم سلفنا الصالح الذين قدموا لنا هذا الدين.
بهذه الصورة الجميلة، يجب أن تبقى هذه الصورة وأن يبقى هذا الإسلام الوسطي المعتدل المتعايش المسالم في أفضل صورته مع العالم أجمع، وفي كل بلاد أيضا بشكل خاص. وهذا له آثاره العظيمة والجليلة والمفيدة على الناس وعلى المجتمع، وأيضا يفيد في نشر الإسلام ونشر الدعوة. ونعلم جميعا أن هناك دول مثل أندونيسيا دخلت في الإسلام بمجرد تجار أحسنوا تمثل الإسلام في أنفسهم، فدخلت بلاد كاملة في الإسلام بسبب أخلاق الناس. ولذلك عندما نكون بهذه الصورة، هذا بإذن الله يكون هو الصورة التي ننطلق فيها في هذه الحياة كما يريد الله سبحانه وتعالى. نقطة مهمة أيضا جدا، الرجوع للعلماء، العلماء الربانيين، أن نرجع إلى العلماء الربانيين، العلماء الذين سلمت لهم الأمة بعلمهم وفضلهم ومكانتهم، لأنهم علماء تعلموا الدين وورثوا هذا العلم من النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث لا دينارا ولا درهما، وإنما نورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلماء هم الذين ورثوا هذا العلم. فالإنسان يجب أن لا يصدر في حياته، وإذا خاصة عند المشكلات الكبيرة والأمور الكبيرة، أن يصدر عن العلماء ويرجع إلى العلماء. وفضل الله في هذا الزمن الآن الوصول لآراء العلماء صار يسير بالاتصال أو بالبحث عن آرائهم في كتبهم، وأيضا من خلال التواصل معهم، أو من خلال المراكز الإسلامية الموثوقة والمعتبرة والمعروفة بسلامة المنهج واتباع المنهج الصحيح، المنهج الذي فيه تمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح. وأن ينبذ الإنسان الانتماءات إلى الجماعات، لأن الانتماء للجماعات هذا يغلق العقل عند الإنسان، والانتماء والجماعات هذا أمر حتى منبوذ في دين الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. في القرآن هذا واضح، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. عندكم كتاب وعندكم سنة على فهم سلف صالح، ليش تتفرقون؟ وأولئك لهم عذاب عظيم. فهذا يغلق عقل الإنسان، والانتماء لهذه الجماعات يضر الإنسان ويضر الإسلام ويفرق المسلمين. فيجب أن يتحد المسلمون، وأن يكون طريقهم طريق واحد على صراط الله وعلى هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، على فهم الرعيل الأول والقرون المفضلة، فهم السلف الصالح. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للفهم الصحيح لدين الله، وأن يرزقنا من الفهم عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يرزقنا من الفهم عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ما يبلغنا درجة الصديقين والشهداء والصالحين. قد يقول قائل أن يعني يتكلم عن السلف، هل السلف هو انتماء؟ لا، السلف هذا منهج، من سار عليه فهو على الطريق الصحيح ولو كان في آخر الأرض. فأسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا من الفهم عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ما يبلغنا درجة الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. ونوفقنا وإياكم لكل ما يحب ويرضى، ونوفقنا جميعا لهداه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجمعنا سويا تحت ظل عرشه على سر متقابل في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا أمننا وإيماننا، أسأل الله أن يحفظ علينا أمننا وإيماننا، وأن يؤلف بين قلوبنا،
وأن يوفقنا في حياتنا، وأن يبارك لنا في أموالنا وأنفسنا وأهلينا وأزواجنا وأسماعنا وأبصارنا، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بالله من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يحمي حوزة الدين، ونسأله جل وعلا أن يفرج هم المهمومين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين. اللهم كن للمستضعفين في كل مكان، اللهم كن للمستضعفين في كل مكان، اللهم كن المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم كن للمستضعفين في فلسطين، اللهم كن للمستضعفين في فلسطين، اللهم كن للمستضعفين في فلسطين، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ارحم موتاهم واقبل شهداءهم، اللهم اقبل شهداءهم، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، اللهم أنزل عليهم من النصر والتمكين أضعاف ما نزل عليهم من البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم احفظ المملكة العربية السعودية، اللهم احفظ دولتنا المملكة العربية السعودية، اللهم احفظ ولاة أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، اللهم اجزهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم احفظ دولة جنوب أفريقيا، اللهم احفظ دولة جنوب أفريقيا، اللهم أدم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، اللهم أدم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء. اللهم أننا نسألك لها ولأهلها كل خير، اللهم نسألك لدولة جنوب أفريقيا ولأهلها كل خير، اللهم وفقهم واحفظهم بحفظك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم احفظ المسلمين في هذه البلاد وفي كل مكان يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لرضاك، ووفقهم لهداك، واجعل عملهم في رضاك يا رب العالمين، ووفق ولاة الأمور لكل ما تحب وترضى. وأكرر سعادتي واغتباطي بوجودي بينكم في هذه الليلة، وأشكر للمنظمين لهذا اللقاء، أشكر لسفارة خادم الحرمين الشريفين ترتيب هذا اللقاء، أشكر أيضا وزارة الشؤون الإسلامية على جهودهم في هذه الزيارة وعلى ما بذلوه من جهود عظيمة في هذه الزيارة، وزارة الشؤون الإسلامية على رأسها معالي الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله ووفقه وبارك في جهوده. وأيضا نشكر معالي الشيخ عبد الرحمن السديس شيخنا صاحب المعالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن السديس إمام وخطيب المسجد الحرام، رئيس الرئاسة العامة أو رئاسة شؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، فجزاهم الله عنا على كل جهودهم. والشيخ عبد الرحمن أبلغكم سلامه وسلام أئمة الحرمين الشريفين، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجره وأجركم وأن يوفقنا جميعا لكل ما يحب ويرضى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.